لطف الله أنه قال عن النفس إنها أمارة بالسوء، وفي هذا توضيح كافي لطبيعة عمل النفس. فهي ليست أمارة بالسوء بمعنى إنها تأمر الإنسان لتقع منه بالمعصية مرة واحدة وينتهي الأمر، لا، بل انتبه أيها الإنسان إلى حقيقة عمل النفس، فهي دائما أمارة بالسوء. وأنت تعلم أن التكليفات الإلهية كلها إما أوامر أو نواه، وقد تستقبل الأوامر كتكليف يشق على نفسك، وأنت تعلم أن النواهي تمنعك من أفعال قد تكون مرغوبة لك لأنها في ظاهرها ممتعة وتلبي نداء غرائزك الإنسان. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: حقت الجنة بالمكاره وحقت النار بالشهوات، أي أن المعاصي قد تغريك، ولكن العاقل هو من يملك زمام نفسه ويقدر العواقب البعيدة، ولا ينظر إلى اللذة والعارضة والوقتية والقصيرة إلا إذا نظر معها إلى الغاية التي توصله إليه تلك اللذة، لأن شاء قد تستلذ به لحظة وقد تشقى به زمانا طويلا. ولذلك قلنا أن الذي يصرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعة وعن عذاب العقوبة، ولو استحضر الثواب على الطاعة والعذاب على المعصية لامتنع عن الإسراف على نفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذن في لحظة ارتكاب المعصية نجد الإنسان وهو يستر على إيمانه، ولا يضع في باله إنه قد يموت قبل أن يتوب عن معصيته أو قبل أن يكفر عنها، ويخطأ الإنسان في حساب عمره، لأن أحدا لا يعلم ميعاد أجله أو الوقت الذي يفصل بينه وبين حساب المولى عز وجل. له على المعاصي وكل منا مطالبا بأن يضع في حسبانه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت هو القيامة، فمن مات فقد قامت قيامته. ولنا أسوة طيبة في عثمان بن عفان، وهو الخليفة الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته، فسئل عن ذلك وقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي إذا وقفت على قبر؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه لصاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. لذلك فلا يستبعد أحدكم ميعاد لقائه بالموت. وتستمر الآية: بسم الله إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ونعلم إن هناك ما يشفي من الداء، وهناك ما يحصن الإنسان ويعطيه مناعة أن يصيبه الداء، والحق سبحانه غفور بمعنى أنه يغفر الذنوب ويمحوها، والحق سبحانه رحيم بمعنى أنه يمنح الإنسان مناعة فلا يصيبه الداء، فلا يقع في زلة أخرى. حفظكم الله ودمتم في أمان الله.